السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. رمضان كريم وكل عام وحضراتكم بخير، ودايما يا رب مع بعض في صحة وسعادة. النهاردة بنتكلم عن صنف غذائي كلنا عارفينه ومتعودين عليه، الزبادي، اللي أحيانا بنحبه في صورة لبن رايب أو زبادي فريش. وكلمة فريش اللي هو الزبادي البلدي اللي بيبقى صلاحيته 3 أيام بس، وده أفضل كتير في قيمته الغذائية من المعقم أو اللي مضاف عليه ألوان صناعية بتشبه الفراولة أو بتشبه خلافه من الفواكه. احنا ناخده لبن زبادي فقط، لبن في صورة الألبان فقط، أفضل كتير تغذويا. الحقيقة إن فوائده عالية جدا. الزبادي بيقي من حموضة المعدة، بيقلل أعراض القرحة، وبيقي الجسم من الإسهال والإمساك، وكمان الاضطرابات المعوية الأخرى، لأن بيحتوي على بكتيريا مفيدة. البكتيريا دي رائعة الأثر، اللي هي بكتيريا لاكتوباسيلس، وبتقضي على البكتيريا الضارة اللي بتسبب التقلصات وآلام الجهاز الهضمي، وتستبدلها بأنواع مفيدة من البكتيريا اللي بتساعد الجسم على امتصاص العناصر المعدنية وامتصاص الأغذية أو العناصر الغذائية اللي موجودة في مش الزبادي وبس، لكن كمان في الأصناف الغذائية الكثير اللي بناكلها خلال فترة تواجد الزبادي معها. الحقيقة كمان ان لو انا عايز انزل وزني، مهم جدا ان انا يبقى الزبادي موجود في وجباتي. لو عايز يعني اقول لانه سعراته الحرارية قليلة جدا، وبالتالي ما بيكونش ضاغط او رافع للسعرات، وبالتالي تخزين الدهون بيكون قليل. الحقيقة ان الزبادي كمان بيحتوي على قدر عالي من البروتينات الهامة والضرورية، لان فيها احماض امينية اساسية الجسم ما يقدرش يخلقها. كمان الكوليسترول، الناس اللي عندها كوليسترول مهم يبقى في اكلهم زبادي بلدي، لان ده بينزل الكوليسترول، بيقوي جهاز المناعة، وبيحسن من وظائف الامعاء، وله دور كبير كمان في الحفاظ على الابتعاد عن امراض السرطان المختلفة. عايز اقول ان كوباية واحدة من الزبادي بتعتبر كبسولة كبيرة او كبسولة مركزة من المضادات الحيوية الطبيعية. واللي قلنا البكتيريا لاكتوباسيلس اللي ذكرناها من شوية، هي بالضبط نوعيات مشابهة للبايفيدو، ودي بكتيريا نافعة ونشطة، تواجدها موجودة في القناة المعوية، وعبارة عن مضادات حيوية طبيعية واسعة المجال. لذلك دايما بنفضل اللجوء للأغذية أفضل من الأدوية. عايز أقول إن الزبادي بيتعمل إزاي بسرعة. ألبان بيتم غليها، بعد كده نبردها ل 37 مئوي تبقى فترة. نجيب خميرة الزبادي، علبة زبادي قديمة أو علبة زبادي يعني اتعملت زبادي قبل كده لم تستخدم، ناخد منها معلقتين أو 3 معالق من الزبادي. يتم